السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة بيلا كيتشن للطبخ والحلويات. اليوم راح نشوفوا بعض وصفة جديدة، وهي من المملحات. جراتا بالدجاج والجبن. مثل ما تلاحظوا شكله شهي جدا، بريستيج، مناسب لشهر رمضان الكريم وكذلك الأيام العادية. مع طريقة تحضير بسيطة جدا. لاحظوا شكله يشهي. هذه مقادير جراتا الدجاج والجبن. في البداية في الخلاط الكهربائي نضع 400 جرام من صدر الدجاج مقطع قطع صغيرة. نضيف له مقدار بصلة كبيرة كراميليزي، يعني طيبناها في مقلاة مع قليل من الزيت، ولم نضيف لها الملح حتى نحصلوا على هذا اللون كراميل. نخلطهم جيدا، قلت في الخلاط الكهربائي حتى نتحصلوا على بيوري، يعني مزيج رطب هكذا. هذه هي النتيجة. نوضعهم في وعاء. نضيف لهم بيضتين كاملتين مبدئيا، ممكن نضيفوا بعدين البيض. نشوفوا المزيج تاعنا. 50 جرام من الزيتون الأخضر المقطع، حطيناه في ماء وغليناه، يعني نحينا له الملح الموجود فيه. نضيفوا له ملعقتي أكل من فتات الخبز أو لا شابلور، ملعقة أكل فارينة، ومن 7 إلى 10 جرام من خميرة الحلويات. أنا عملت 7 جرام. ملعقة أكل ممتلئة من البقدونس المعدنوس مقطع قطع صغيرة. ربع كأس من كريمة الخفق أو كريمة المطبخ. عملوا الماركة اللي تحبوها. بالنسبة للتوابل نحتاج ملعقة صغيرة من ملح، ملعقة صغيرة من راس الحانوت، ملعقة صغيرة من فلفل عكري أو فلفل أحمر حار أو غير حار، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة زنجبيل. نضيف لهم كمية مليحة من الجبن المبشور شيدار أو أي جبن مطفى لديكم. نحتاج كذلك القليل من الفلفل حار مرقد، تشروه أو تعملوه في البيت. أنا اشتريته. نضيف له القليل من الطماطم، الطماطم الكرزية أو طماط سوريز. إذا لم تتوفر لديكم تقدروا تضيفوا طماطم العادية، تقطعوها قطع صغيرة هكذا. هنا الكمية مثل ما تحبوا. نخلطوا جيدا كل هذه المقادير باستعمال الملعقة حتى تتجانس، ونشوفوا المزيج تاعنا إذا كان مشمخ أم لا. أنا خلطت ومن بعد لقيت باللي المزيج يحتاج بيضة أخرى، ضفت له بيضة كاملة. كما تلاحظون نتوما تشوفوا البيض تاعكم، إذا كان البيضتين اللي أضفتهم في البداية يكفيو، ما تضيفوش البيضة الثالثة. هكذا حتى تحصلوا على مزيج يكون مشمخ. خلطوا جيدا، استمر في الخلط. نكونوا حضرنا الصينية أو المول تاعنا. أنا استعملت المول كيك، عملته الزبدة والفارين، يعني بغي فاريني. نتوما يمكنكم استعمال صينية دائرية مربعة، أي شكل تحبوه، لأنه هذا هذا جراتان وليس كيك. أنا فقط حبيت ناخذ ياخذ شكل الكيك، عملته في مولا كيك. نضيفه نصف كمية المزيج نتاعنا، يعني مزيج الجراتان نصف هكذا، ونسويه باستعمال الملعقة. ثم كطبقة ثانية نعملو هذا الجبن الشرائح هكذا. ثم ممكن تعملوا جبن أبيض. استعملت بعض الشرائح من هذا الجبن، احتجت إلى 4 فقط. ثم بعدها نضيف النصف الثاني من المزيج، ونسويه كذلك باستعمال الملعقة. نكون حضرنا
الفرن تاعنا على 180 درجة، 170 إلى 180 بحسب حرارة الفرن تاعكم. أنا عملت 180 درجة، يطيب من الأسفل ومن الأعلى. وإذا كان الفور فونتيلي أو الفرن فونتيلي نجعله على 180 درجة، يطيب من الجهتين بدرجة متساوية. بعد ما يطيب نتحصلوا على هذه النتيجة. لازم نحمروه قليلا، نضيفوا له من الفوق جبن مبشور، كمية معتبرة من الجبن المبشور هكذا. يعني نحيو الكراتو تاعنا من المول، نحطوه في صينية فرن على ورق الزبدة، ثم نعملوا له الجبن المبشور، ثم نضيفوا له كمية من المعدنوس المقطع وكمية من طماطم الكرازية أو طماط سوريز أو حتى الطماطم العادية إذا لم تتوفر لديكم طماطم الكرازية، هكذا حتى تحصلوا على ألوان جميلة. ثم نضيف من فوق كذلك كمية من الجبن المبشور. نرجع الكراتة تاعنا إلى الفرن حتى يذوب الجبن، يعني نشعله من الفوق فقط حتى يذوب الجبن تاعنا. حتحصلوا على هذه النتيجة. أنا ضفت له بعض من الطماطم الكرازية ومعدنوس من الأطراف، وكذلك الفلفل المرقد هكذا كديكور. لاحظوا شكله رائع. نتمنى أنكم تجربوا هذه التحضيرة، وفي الأخير نقول لكم شهية طيبة.